القاضية الفرنسية أود بوريزي لما حققت مؤخرا مع رياض سلامة أبلغته وجهيا دعوة للحضور أمامها بباريس ب 16 أيار. اعترض وقتها قاضي التحقيق الأول على طريقة التبليغ وطلب أنه يمر بالقضاء اللبناني، وهيك صار. بس صرح امبارح قاضي التحقيق أنه ما عثر على رياض سلامة بأي مكان ليبلغه، وما حصل على أي عنوان لحاكم المصرف المركزي، وما في شيء بيوجب إعادة تبليغه. يعني أكد عجز القضاء اللبناني عن إجراء تحقيقات وتبليغات، يعني سمح للقضاء الأوروبي ياخد القرار يلي بيريده بسبب العجز اللبناني. هالشي بيأس البعض الانهزامي وبيحفز البعض المنتفض، لأنه الأوروبي صار بيحزم أكتر كونه تأكد أنه ما بيقدر يتكل على قضاة ممسوكين سياسيا وعاجزين قضائيا. صحيح كل المودعين منصابين بهالعجز بعدم استرداد جزء من أموالهم من خلال وضع الدولة إيدها على أملاك وأموال الحاكم. العكس عم بيصير، القاضي بيحمي متهم والقضاء بيطرد القاضية يلي عم بتلاحق المتهم. صحيح كمان انه التيار الوطني الحر مستهدف من خلال ملاحقة وديع عقل يلي عم بيحارب باسم اوادم لبنان. اذا بتفتكروا هيك بتخوفونا وبترهبونا لتدجنونا بالفير كونديشنينج، يعني التطويع بالخوف، فانتم غلطين وعم تدفعونا للمزيد من النضال. كلنا وديع عقل، واذا بتدقوا فيه عم بتدقوا فينا، وعم بتواجهوا التيار واوادم لبنان والقضاء الدولي وعدالة السما، ومنشوف مين رح ينتصر، الحق او الباطل، العدالة او الظلم.